أكد مدرب المنتخب الكاميروني دافيد باغو أن منتخب بلاده واجه منتخبا منظم وسط حضور جماهيري مرعب. وشدد المدرب الكاميروني على أن منتخب بلاده في طور إعادة البناء وسيواصل تطوير أدائه، وذلك عقب إقصائه أمام المنتخب المغربي بهدفين دون رد 0-2 في مباراة ربع نهائي كأس إفريقيا للأمم. وقال باغو خلال الندوة الصحفية التي أعقبت مباراة ربع النهائي بين المغرب والكاميرون مساء أمس الجمعة بملعب الأمير مولاي عبد الله بالرباط: نحن راضون على هذه المجموعة التي أدخلت الفرح على الكثير من الكاميرونيين، سنواصل التقدم. وأشار إلى أنه لم يتول قيادة المنتخب الكاميروني إلا منذ أقل من شهر، داعيا إلى التحلي ببعض التسامح تجاه اللاعبين. وأضاف أن 70% من اللاعبين يشاركون في كأس إفريقيا للأمم لأول مرة، مسجلا أن المنتخب المغربي يتوفر على فريق قوي ولاعبوه يعرفون بعضهم البعض منذ فترة طويلة. وأوضح باغو أن هدف فريقه لم يكن التوقف عند حدود ربعنا النهائي، بل كان يطمح إلى الذهاب بعيدا في هذه المنافسة الإفريقية. وقال: هذه المجموعة في تطور واضح، لقد بدا اللاعبون مترددين في بداية اللقاء، ورغم أنهم عادوا بوجه مغاير في الشوط الثاني، فهذه هي طبيعة كرة القدم. وبعد أن أكد باغو أن المنتخب المغربي تسبب لفريقه في الكثير من المتاعب، معربا عن تمنياته لأسود الأطلس بالتوفيق فيما تبقى من المنافسة. وأضاف أن منتخب الأسود غير المروضة واجه خلال هذه البطولة منتخبات كبيرة، مؤكدا أن حصيلة المشاركة ستقيم بعد العودة إلى الكاميرون. أحتفظ بأشياء إيجابية من هذه المشاركة وسنواصل التعلم.